ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم هند حمد على قناه حياتك احلى من ده حمد. هعمل معاكم النهارده عصير برتقان بالجزر. هنحتاج كيلو ونص برتقان بلدي. هنحتاج برتقانايه بسره ودي اختياري. هنحتاج 2 جزره وسط. اول حاجه هنعملها هنعصر البرتقان. ده البرتقان بتاعي بعد ما عصرته. انا بستخدم العصاره اليدوي، وبكون حاطه طبق جنبي كده بشيل في البذر. وده الجزر سلقته سلق كامل، ودي ميه الجزر. صفيت الجزر من الميه بتاعته. الميه دي ميه سخنه. هدوب فيها 3 معالق كبار عسل نحل، و3 ظرف سكر دايت. لو انت هتستخدمي سكر عادي يبقى هتدوبي فيها 6 معالق كبار سكر عادي. حطيت عصير البرتقال تمام، وحطيت كمان التفل بتاع عصير البرتقال ما رميتوش خلاص. انا كده كده اصلا شايله البذر، وانا بعصر البرتقال كنت شايله البذر. فحطيت التفل بتاعه وقطعت البرتقانه اللي هي بسره، ودي اختياري يا جماعه، بس هي بتدي طعم حلو قوي قوي لعصير البرتقال. تمام. وحطيت الجزر المسلوق تمام. ماشي. ودوبت عسل النحل وسكر الدايت في الميه. تمام. وزودتها ميه. هبتدي بقى اضيف العصير. ضفت العصير. هحط بقى ميه ساقعه. حطيت ميه ساقعه. ابتدي بقى اشغل الخلاط. ده شكل عصير برتقال بالجزر بعد التقديم. قدمي بقى الفنا وشفا. عاوز اقول لكم طعمه حلو جدا جدا، وقيمته الغذائيه عاليه جدا جدا جدا. اهم حاجه تعمليه بالطريقه اللي انا عملتها معاكم زي ما انا قلت لكم كده. انا مستخدمه برتقانه بسره. دي اختياري، بس فعلا بتدي طعم حلو قوي قوي لعصير البرتقال بالجزر. ان شاء الله تجربوا تعملوه يعجبكم ان شاء الله. لو عجبك العصير لايك واشترك في القناه، ويا ريت تدعمني بالاشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.